هو في حد بياخد على كلام مهيب؟ هو ده اسمه كلام؟ يعني في واحد ليه 70 80 مليون هيقول لهم صباح الفل مش عايز منكم حاجة، هتنازل عن الفلوس ديت؟ جدعنة جدعنتي ده. انت لو موظف في شركة وليك 5 6000 جنيه مش هتسيبهم، مش 70 80 مليون. اركن دي على جنب، اسيبهم لك ليه؟ وانت لو كنت موظف في شركة بهدلتك وهنتك وقلت ادابها عليك وقالت عليك جعان، تمام، وغلطوا في مراتك وقال له ادبهم، طيب في الحالة اللي زي دي اسيب لهم فلوس بتاع ايه؟ ده يبقى راجل متخلف لو ساب لهم فلوس بالعقل يعني. موضوع ديانج، يعني انت شايف ان ديانج عايز فلوس، حاطط في دماغه رقم معين مش عايز يجدد عشان عايز ياخده. طب يا عم وماله؟ انت شايف نفسك عايز الرقم ده، الاهلي ممكن ما يديكش الرقم ده، فانت ممكن ديانج يمشي عادي جدا يمشي. هو الاهلي بيقف على لاعب؟ مبدئيا كده جمهور الاهلي ما بيحبش لاعب، بيحب النادي، ما بيفضلش لاعب ولا بيحب لاعب على النادي ابدا. ده رقم واحد. تاني حاجة الاهلي ما بيقفش على حد. حسام حسن ساب الاهلي ومشي، الاهلي وقع ما وقعش. تريكا وبركات ووائل جمعة اعتزلوا. رمضان صبحي مشي، هديك شايف رمضان صبحي دلوقتي عامل ازاي، وضعه بقى عامل ازاي. طيب موضوع رمضان صبحي وان هو راجع الاهلي والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. اولا رمضان مستواه في النازل، ده رقم واحد. رقم اتنين، عقد رمضان صبحي مع بيراميدز معاك لغاية 2028، يعني لسه في 3 سنين. طب هو الاهلي هيتكلم معاه ازاي دلوقتي؟ هيروح يتكلم مع بيراميدز والنبي ادونا رمضان صبحي اذا كان هو واقع؟ رقم واحد. رقم اتنين، الاهلي مش هياخد رمضان، مستحيل الاهلي ياخد رمضان صبحي، موضوع مقفول. شبانة، هو جبان ازاي مدرب الاهلي؟ الراجل لسه المساعدين بتوعه جهاز مكملش، رقم واحد. لسه ما يعرفش اللعيبة، رقم اتنين. اولا لازم يقعد عشان يشوف الناس عاملة ايه، هو ده لازم يشوف الناس، يستكشف الفريق. والنهارده قاد المران، يعني امبارح كان بيتفرج على المران وعادل مصطفى هو اللي ايه اللي قائد المران، النهارده هو قائد المران. انت يا عم شبانه ايه اللي جبن في الموضوع؟ الراجل شغال خطوه خطوه وعارف بيعمل ايه. ما تسيبوكم من الهبد اللي انتوا عمالين تهبدوه ده. هو حد بياخد على كلام الهبدور؟ يعني الهبدور بيقول لك ان انديه بتصرف ملايين عشان مش عارف فريق من الصومال وفريق من بتلعب في افريقيا، يعني فريق من الصومال وفريق مش عارف منين وفرق تعبانه يعني. طب يا هبدور، ما في افريقيا اللي انت بتتكلم عنها في سان داونز، تمام، وفي اورلاندو بيراتس، وفي مازيمبي، وفي انديه في شمال افريقيا يا هبدور، الوداد والرجاء والترجي، تمام، والصفاقسي والافريقي والنجم الساحلي وشبيبة القبائل، فرق جامدة جدا في شمال افريقيا يا هبدور. يعني الموضوع مش قصة اندية تعبانة، الاندية التعبانة دي في الاول اللي انت بتطلع منها هبدور او بتجيلك تلعبك في الكونفدرالية. بص هو بيربط دلوقتي بين ان الاهلي ما اتسحبش منه الارض والزمالك اتسحب منه الارض. الاهلي الارض عمل عليها انشاءات، الاهلي خد الارض بنى عليها نادي، الزمالك واخد الارض علشان يعمل عليها نادي، نادي بقى العاب رياضيه ونادي اجتماعي ومش عارف ايه وكلام زي كده، مش واخد الارض يسقعها ولما السعر يرفع يبيعها، فاهم ازاي، ويبيعها استثماري. يا عم انت ما الموضوع مهروش يعني، مش محتاج حوارات. فبالله عليك يا هبدور خليك على جنب كده عشان ايه محدش فاضيلك. طبعا كل التحية والتقدير والاحترام للي عمله محمد صبحي مع عبد الحميد معالي، يعني بصراحة موقف مشرف ورجولة. ان انت واحد مش من البلد، واحد اجنبي، تمام، بزميلك في الفريق حصل ظروف معينة والنادي ما فيهوش فلوس وما بيدوهوش فلوس، الظروف ملخبطة معاه، تمام، فانت انك تقف معاه وتسنده ويقعد معاك وكلام زي كده، ده كرم اخلاق. وبصراحة يعني شابوه، وكل الاحترام والتقدير لمحمد صبحي على الموقف الرجولة اللي عمله مع عبد الحميد معالي. وطبعا تخيل انت ده حال لاعب كرة قدم المفروض ان هو بياخد ملايين وبياخد دولارات وكلام زي كده، ما بالك انت في اللعيبة اللي في الالعاب التانية
الالعاب اللي هي العاب الصالات ومش عارف ايه ومش الكوره. تخيل اللي في باقي الالعاب وضعهم في، يعني الزمالك اللعيبه هناك وضعها صعب، ما بالك الموظفين بقى، الناس يعني اللي هي ايه، اللي هي شغاله في النادي موظف او كذا، دي مرتب والدنيا، فالدنيا واقعه والدنيا خربانه تمام هناك. ربنا يسترها. وخلي بالك مش من مصلحه الاهلي ان الزمالك يقع، مصلحه الاهلي ان الزمالك يكون قوي. وفي السياق دوت يعني برضو كل الشكر والتقدير، واللي اختم بيه كل الشكر والتقدير والاحترام لمحمد صبحي على موقف الرجولة اللي عمله مع عبد الحميد معالي. السلام عليكم.